يا جماعه انتوا ما اسمع كده. تعبتوش بجد والله. مفيش غير الستات اللي انتوا بتتكلموا عليها بس مفيش اي حاجه، مفيش مواضيع ثانيه. حجاب وضرب المراه. يا ابني ما تسيب الجنس ده لحاله، يا سيدي سيب دين الجنس ده لحاله، كمالك بيه، تركز على نفسك. ما زهقتش من كل الشيوخ دي، ما تعبتش بجد والله، ما تعبتش نفسيا. المنهج ده كله عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه، ما فادناش يا سيدي. لو المنهج ده والكلام عن الحاجات دي كانت نفعتنا كعرب ومسلمين، هتلاقيني انا اول واحد بيشجع الكلام ده. ولكن انا شخص واقعي، ببص كده في العالم اللي بره واشوف اللي بيحصل. مهما كان جيش قوي وراء الرجيم الاسلامي برضه ما بيجيبش اي نتيجه، لان الاقتصاد بتاعت الدوله بتبقى فقيره، لان الرجيم ده الدور ده بيتكلم على ان المنهج الاسلامي ما احنا ما زهقتوش منه، ما زهقتوش من الشيوخ دول والمنهج دول. المنهج ده عمل لنا ايه؟ ما عملناش اي حاجة. ولو كان المنهج ده فيه فايدة، فعشان انا الراجل الجامد، انا اللي عايش في كندا ومعايا فلوس لو كنت شايف ان هو ليه نتيجة كنت قلت لكم، لكن انا شايف ان هو ملوش نتيجة، فانتوا ما تعبتوش. كمل الفيديو. ما زهقتش من كل الشيوخ دي، ما تعبتش بجد والله، ما تعبتش نفسيا. المنهج ده كله عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه، ما فادناش يا سيدي. لو المنهج ده والكلام عن الحاجات دي كانت نفعتنا كعرب ومسلمين، هتلاقيني انا اول واحد بيشجع الكلام ده. ولكن انا شخص واقعي، ببص كده في العالم اللي بره واشوف اللي بيحصل. مهما كان جيش قوي وراء الرجيم الاسلامي برضه ما بيجيبش اي نتيجه، لان الاقتصاد بتاعت الدوله بتبقى فقيره، لان الرجيم ده ما بيعملش اي نتائج، لانه بيبطئ التعليم ويخلي المجتمع مركز في حاجات مالهاش دين لازمه في الحياه. خلاص 2026 مالهاش لازمه يا جماعه، مالهاش لازمه. ما زهقتوش احنا كعرب، ما اخترعناش او قدمنا اي حاجه للعالم من مئات السنين، وهم عمالين يتطوروا في كل حاجه. والدول اللي قررت ان تسيب المنهج او الرجيم الاسلامي او حكم تحت دستور الاسلام او الشريعه، شوف انطلقت ازاي. السعوديه بارك الله في الملك بتاعهم يا اخي، بارك الله فيه، وبارك الله في ملك امير الامارات. الاثنين دولتين، الامارات والسعوديه، شوف انطلقت ازاي. يعني انتوا ازاي مش قادرين تعملوا الاستنتاج ده في كليب؟ هو شايف ان الشريعة الاسلامية او الرجيم الاسلامي زي ما هو بيسميه هو اللي بيبطئ التعليم، بيخلينا نهتم بحاجات ملهاش 30 لازمة في 2026 بالنسبة له. ايه الحاجات دي؟ زي الحجاب. ما الحجاب بالنسبة له ملوش لازمة في 2026 دلوقتي. فالاسلام اللي بيبطئ التعليم. ومش شايفين الدول اللي بتتخلى واحدة واحدة عن الشريعة الإسلامية راحت فين. انتوا ازاي مش قادرين تستنتجوا ان كل لما تبعد عن الشريعة الإسلامية والقيود اللي انت مقيداك دي، كل لما هتتطور وهتنجح وهتبقى غني، وبلدك مش تبقى فقيرة، مش تبقى عندك مشكلة اقتصادية. انتوا فاهمين بيحاول يوصل لكم ايه؟ فاهمين دس السم في العسل؟ شايفين؟ قادرين تعملوا الاستنتاج ده في كليب انا شفته، كنت قفلت على التليفون تقريبا. بص الشيخ ده بيقول ايه: حرام ابص لامي، حرام تبص لامك، الخفه صورها شهوه. حرام ابص لبنتي، حرام تبص لبنتك، الخفه صورها شهوه. اللي ده اتفاق بين العلماء. خنزير المؤاخذه في اللفظ. تخيل واحد شيخ اللي هو المفروض قائد او مرشد في مجال الدين بيقول لك ممكن يكون عندك شهوه لبنتك او لامك. يا جماعه هو ازاي الشخصيات دي عايشه في المجتمع ده؟ خطر يا ابني على المجتمع، واقسم بالله ده خطر على المجتمع. الراجل ده لو قرب من بنتي ممكن يجيبه في شوال. يعني اكلم ناس صحابي في العصابه هنا في مونتريال، والله العظيم اجيبه في شوال، اقسم بالله في كيس زباله ومحدش يسمع عنه حاجه تاني. وانا مرتاح، انا مبسوط كمان ان انا خلصت من بني ادم زي ده على الارض. ده مش بيدوفاي يا جماعه. يا عم ده اسوء من الصهيوني بيقتل في عيال، بس بيقتل في عيال بالنسبه له هو ان العيال دي هتكبر تقتله، مع ان ده شر جدا. يعني مفيش اسوء من ان انت تقتل اطفال، انما ده بيقول لك ممكن هو يتحرش او يجيله شهوه لبنته. يا جماعه انتوا متخيلين؟ ما تقولوش الكلام ده. يعني مش عايزين كده تعملوا دعوه. دي بقى مشكلة انك تبقى بمخ تخين وتحاول شخص يبقى بيتكلم قدامك كلام عميق ومحتاج فهم. يعني و... وانت مخك تخين مش هتفهمه، فتبدأ تفهمه غلط. زي بالظبط اللي قدامنا في الفيديو ده. الشيخ بيقول اجماع ما بين العلماء، وانت تقول له انت عمال تجادل. الشيخ بيقول لك وان خفت ثوران الشهوة فحرام. فده معناه ايه يا ابو مخ تخين؟ معناه ان الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ده شخص مش طبيعي. مين هو الشخص الطبيعي؟ الشخص الطبيعي اللي هو بيتعامل مع والدته عادي، مع اخته عادي، مع خالته، مع عمته، مع كل المحارم بتاعته بطريقة طبيعية بدون اي شهوة. هو دي فطرة اللي ربنا فطرنا عليها. في بقى الحالة الشاذة والحالة الخاصة اللي الشيخ بيتكلم عليها، اللي انت شلتها من سياقها وجيت عشان تحاول تصور او تصدر صورة هي مش صح، بس انت شلتها من سياقها عشان بص الشيوخ بتاعكم بتقول ايه، السياق بتاعها ايه. انت بقى شخص مش طبيعي، شخص عندك خلل في مخك. لو بصيت لحد من محارمك ممكن شهوتك تصار. ففي الحالة دي الدين بيقول لك ايه؟ الدين بيقول لك حرام انك تبص، تتعامل زيها زي الغريب. يعني ما انت لو بصيت لواحدة غريبة طبيعي شهوتك هتصار. فالشخص ده اللي احنا بنتكلم عليه في الفيديو او الشيخ بيتكلم عليه في الفيديو ده بقى شخص مش طبيعي. فايه الحل مع الشخص اللي مش طبيعي ده؟ ان هو يتعالج وان هو ما يبصش. ما هو لو بص هيدخلنا في مشكله بقى
ومش عاوزين نتكلم عليها، بس لو الشخص ده لو بص هندخلها في مشكله. فالحل بتاعه ان هو ما يبصش. ده بكل بساطه هيبقى مخ تخين. وده السياق بتاع الفيديو اللي انت قطعته عشان تحاول تدس السم اللي انت بتحاول تدسه وتؤيد فكره وجهه نظرك، مع ان ده مش صح، ده اللي في الفيديو. وكمان بتوصف اخوك يعني مش هقولك بتوصف شيخ بقى وبيدعو الشباب وبيهدي الشباب، لا لا لا، انت بتوصف اخوك المسلم بان هو اسوأ من الصهيوني. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ انت متخيل انت بتعمل ايه؟ وهخطفه، وانا الواد الجامد اللي هخطفه لو قرب من بنتي عشان ابين لكم قد ايه ان انا واد جامد ومعايا فلوس ومعايا سلطه ومش عارف ايه. كمل. دي كيوتيوبر قاعد بحفز الشباب في الرياضه، بعمل دخل من بيع الكتب بتاعتي والكوتشنج بتاعي، وفي نفس الوقت دايما بحفز الناس الشباب ان هي تركز في الحاجات اللي ستؤدي الى نجاح الشخص نفسه اللي بيتفرج عليه. فانا عايزك تنجح، انا عايزك تعمل فلوس، عايزك تساهم. فانا لازم انا برضه فليكس عليك كده واعرفك ان انا بعمل فلوس وغني وعندي عربيات وفي الجراج اللي في كندا وبيت كبير ومش عارف ايه. فانا غرضي ان انا اعلمك واخليك تنجح وتعمل فلوس، على اساس ان هو ده كل الغرض من الحياة. كل الغرض من الحياة ان احنا نعمل فلوس ونبقى اغنياء ونبقى احنا جايين الحياة عشان كده. انت كشخص مسلم ده المفروض يبقى غرضك من الحياة، ان انا ابقى شخص غني بس عندي فلوس بغض. فعشان ابقى من وجهة نظر، وعشان ابقى الشخص ده اعمل ايه؟ ابعد عن الحاجات دي. رجيم اسلامي هيقول لي حجاب وهيقول لي حاجات التزم بيها. لا يا عم، احنا في 2026 الحاجات دي قديمة باكتر من 1400 سنة. احنا دلوقتي في 2026. كمل. في كده تعملوا دعوه للرئيس ان هو يمسح كل الشخصيات دي من وجه الارض. عاوزين نعمل دعوة فعلا، وانا بدعو كل شخص بيتفرج على الفيديو ده تعمل بلوك للشخص ده. ولو انت ما تعرفوش، الحمد لله انك ما تعرفش الشخص ده، تعمل بلوك للشخص ده. واديني وريتك الشخص اللي بيقول ان هو بيحفزك هو عاوز يعمل ايه في دينك. هو بقى مفتون، ربنا يهديه، بس ده الشخص تعمله بلوك. سلام عليكم.